عمرك فكرت ليه احيانا كتيره بتصحى من النوم تحس انك تعبان ومرهق كانك ما نمتش نص ساعه على بعض برغم انك نمت لك كام ساعه محترمين؟ طب الاحلام الغريبه اللي انت بتحلمها وممكن تصحى في نصها كمان، ايه سببها وبتحصل امتى؟ طب انت عارف ان النوم متقسم لكذا مرحله، وكل مرحله في مراحل تانية جواها وباوقات زمنيه معينه بتخلص وبتعيد نفسها تاني؟ طبعا مش عارف، انت بتبقى نعسان وانت نايم مش دريان بحاجه. يمكن يكون النوم هو أكتر حاجة فعالة الإنسان بيعملها كل يوم عشان يعيد صحته وعافية عقله وجسمه، ويمكن لما نفهم إيه المراحل اللي بنمر بيها أثناء نومنا كل واحد ممكن يقدر يحسن من كمية ونوعية النوم اللي بينامه عشان يصحى فايق ونشيط أكتر. أول جزء وهي ال NREM النون رابيد اي موفمنت، حركة العين الغير سريعة، والجزء الثاني اللي هو الريم الرابيد اي موفمنت، حركة العين السريعة. أول جزء اللي هو ال NREM بيتقسم لأربع مراحل تانية. أول مرحلة فيهم وهي اليقظة أو النوم الخفيف، وتاني مرحلة هي النوم الخفيف، وتالت ورابع مرحلة هي النوم العميق الديب سليب. وكل ما دخلنا في المراحل دي اكتر كل ما معدل ضربات قلبك بيبتدي يقل ودرجة حرارة جسمك تقل ونشاط الموجات الكهربائية اللي في دماغك برضو بيقل، بس ده في خلال اول مرحلتين بس. لكن لما ندخل في المرحلة الثالثة والرابعة اللي هي النوم العميق او الديب سليب فالمخ بيبتدي ينشط موجات كهربائية كبيرة وضخمة جدا، وده بسبب نشاط الجهاز المناعي في الوقت ده اللي بدوره بيبتدي يستعيد نظام ترميم القلب والاوعية الدموية. وفي نفس الوقت ده يبتدي الدماغ يشتغل على فكرة توطيد الذكريات، وكل المعلومات اللي انت استقبلتها اثناء يومك ينقلها للذاكرة طويلة المدى فتثبت. كل ده بيحصل في مرحلة النون رابيد اي موفمنت او مرحلة حركة العين الغير سريعة. طب ايه اللي بيحصل في المرحلة الثانية اللي هي حركة العين السريعة الرابيد اي موفمنت؟ دي المرحلة اللي بنبتدي نحلم ونهلوس فيها، والدماغ والموجات الكهربائية اللي فيه بتبقى على اعلى مستوى. طول ما انت نايم بقى المرحلتين دول بيبقوا في صراع مع بعض عشان مرحلة منهم تسيطر على دماغك طول الليل، وطبعا الصراع ده لازم مرحلة هي اللي تفوز فيه. السايكل دي بقى او الدورة دي بتحصل كل 90 دقيقة طول ما انت نايم. بس خليني اقول لك على ملحوظة صغيرة كده، ان النسبة ما بين المرحلتين دول بتختلف من وقت للتاني وانت نايم. يعني اول ما بتنام مثلا مرحلة النون رابيد اي موفمنت اللي هي المرحلة الاولى بتبقى واخدة الحيز الاكبر من ال 90 دقيقة دول. ندخل بقى في النص التاني من الليل هتلاقي ان نسبة المرحلة التانية اللي هي الرابيد اي موفمنت اللي هي المرحلة اللي انت بتحلم وتهلوس فيها بقت هي اللي شغلة الحيز الاكبر من ال 90 دقيقة. حاسك اتلخبطت شوية، فهناخد مثال على واحد بينام 8 ساعات من 10 بالليل ل 6 الصبح، بس هو جه النهارده وتراكم عليه شغل كتير فقرر ان هو هيصحى ساعتين بدري، بدل ما هيصحى الساعة 6 هيصحى الساعة 4. فهو كده فقد قد ايه من نومه؟ فقد ساعتين من 8 ساعات، يعني فقط تقريبا 25% من نومه. بس الحسبه دي مش مظبوطه بقى، لان زي ما قلنا ان الرابيد اي موفمنت او الريم اللي هي المرحله الاكثر عمقا في النوم واللي كمان بتبقى خصوصا اكتر في الساعات الاخيره اللي قبل ما يصحى فيها، هي اللي الساعتين البدر اللي صحيهم دول اتاخدت منها. فبكده نقدر نقول انه مش فقط 25% بس، ده فقط 50 او 60 او حتى 70% كمان من النوم. وده اجابه السؤال اللي احنا بدانا بيه. انت نمت شويه حلوين فعلا، بس ما خدتش دورات نومك كامله، عشان كده صاحي حاسس ان انت ما نمتش اصلا. وعشان كده النوم مش تضييع وقت، النوم فعلا شيء مهم جدا، ممكن يخليك انسان نشيط واعي بكل حاجه بتحصل حواليك، مودك كويس، دماغك ذكيه، هرموناتك مظبوطه، وهو اللي ممكن يخليك ماشي كانك شارب حاجه، مش واعي ولا حتى قادر تسمع اي حاجه بتتقال حواليك. فعايزك من النهارده تبتدي تظبط ساعات نومك، تحاول تهيئ نفسك وجسمك والظروف اللي حواليك انك تنام كويس، زي ان الدنيا تبقى ضلمه، زي انك تسيب الموبايل من ايدك، تسمع حاجه هاديه تهدي لك اعصابك وترخي لك عضلاتك، وتحاول كمان تعمل لايك وشير للفيديو، سبسكرايب للشانل عشان تشوف كل الفيديوز الجايه.